مين يا عثمان؟ دي الدادة اللي بعتتها الست والدتك. خليها تيجي هنا. ايوه حاضر، اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي يا دادا. اهلا بيك يا استهاني. الله، ودي مين الأمورة اللي معاكي دي؟ دي بنتي امال. اتفضلي اقعدي. متشكره يا هاني. انت بتعرفي تطبخي؟ بعرف اطبخ واشتغل كل حاجه في البيت. عال قوي. تحبي تاخدي اجره قد ايه؟ والله استهانم اللي حضرتك تقولي عليه. يعني كنت بتاخدي كام قبل ما تيجي هنا عندنا؟ انا ما اشتغلتش قبل كده وما اعرفش انتوا عاوزين تدفعوا قد ايه. احنا مستعدين ندفع لك الاجره اللي تطلبيها، وانا مستعد اخد اللي يطلع من ذمتي. بس والنبي استهانم، انا ليا طلب واحد وخايفه لما توافقيش عليه. ايه هو؟ انا ما حلتيش غير بنتي دي وما اقدرش اسيبها لوحدها في البيت. احنا موافقين انها تقعد معاكي على طول. بالعكس، ده وجودها معانا يسعدنا خالص. غريبه قوي. الله، ايه هو اللي غريب؟ اصل لا مؤاخذه يا بيه، يعني في ناس كتير قوي ما رضوش يشغلوني وانا معايا بنت. لازم الناس دول عندهم اولاد وانتوا ما عندكوش. لا، وعشان كده بنحب الأولاد الصغيرين. من ناحيه دي اطمني. كتر خيركم. ومن ناحيه الاجره انا هديكي 7 جنيه في الشهر. وجنيه كمان علشان أمل. كتير قوي يا احمد. ولا كتير ولا حاجة. واذا احتجتي اي حاجه تانية احنا تحت امرك. كتر خيركم يا ست هاني. ميعاد الزيارة في السجن ابتدى. والنبي يا اخويا لو سمحت، انا عاوزه جوزي ازوره، محمود زينهم. اهو قدامك واقف في الشباك نمرة 3. كتر خيرك يا اخويا. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك يا سنية، ازاي حالك؟ الحمد لله، مش ناقصنا غير وجودك معانا. ازاي بنتي امال؟ عال قوي ونفسها تشوفك. طيب ما جبتهاش معاكي ليه؟ انا عايز اشوفها. النوبه الجايه ان شاء الله هجيبها معايا باذن الله. طيب انت بقى عايشة ازاي؟ الحمد لله، بشتغل دادا عند ناس طيبين قوي. والبت بتسيبيها فين؟ باخدها معايا، والبه والهانم بيحبوها قوي وبيشتروا لها فساتين جديده وحاجات حلوه قوي. كده طيب كتر خيرهم. مش عاوز فلوس يا محمود؟ لا انا مش عايز، كتر خيرك. في حاجه مهمه عايزه اقولها لك يا محمود. حاجة ايه؟ اتكلمي. الجماعه اللي بشتغل عندهم مالهمش ولاد. طب واحنا من؟ انت مش مرتاحة عندهم؟ مرتاحه خالص، بس هما يعني بيحبوا امل قوي. والله اللي يحب بنتنا نحبه واللي يكرهها نكرهه. ايوه بس هما يعني كده يعني هما ايه؟ ما تتكلمي يا سنية. بيقولوا يعني انهم عايزين يربوا البت احسن تربيه. الله، وهي قليلة التربية يعني عشان يقولوا الكلام ده؟ لا يا محمود، دول قصدهم يدخلوها المدارس ويعلموها احسن علام. طب ومال، وانا ما عنديش مانع يا سنية. دول قصدهم يعني يا محمود. يعني ايه يا سنية؟ ما تتكلمي دغري. قصدهم يعني يتبنوها. ويتبنوها ازاي؟ يعني تبقى زي بنتهم ويكتبوا لها املاكهم وانا وانتي ما نبقاش ابوها ولا امها؟ لا ابدا، احنا برضو هنبقى اهلها الحقيقيين. وهم بقى اهلها التقليد، حاجه زي كده.